بس معاه ساعه. طيب ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. أزمة وعدت الحمد لله على خير. وكل الناس اللي قالوا لا نتخانق، لا مش عارف نحاصر الاتحاد، لا مش عارف ايه، كل ده يا جماعه كلام فارغ. انت ليك حق اللي هو ايه؟ انك تعيد الولاد، تاخد الكرنيهات خلاص، تاخدهم بقى بالادب، تاخدهم بالقانون، تاخدهم بالمحكمه، تاخدهم بلجنه تظلمات، تاخدهم باي كلام. الحمد لله ربنا وفقنا وايدنا الولاد، وادي الكرنيهات اهي. الاولاني احمد سعيد بالحاج اهو، ده هو اللي جيت كده، ده كارنيه وده كارنيه. مبروك يا احمد. الثاني ناصر منسي دسوقي احمد، كارنيه. ودي اسمه صورته. وادي الثالث اهو، محمود محمد طاهر شبانه. طيب انا جيت ليه بنفسي النهارده؟ لان كان في بعض الحاجات صغيره يعني كده جدا يعني بتتعلق برسوم القيد والشيك اللي احنا جبناه، وهل هو ليه رصيد ولا مالوش. الناس اتاكدوا طبعا بالتليفون من البنك. انا جيت قلت لهم اسالوا البنك عشان المواضيع تخلص يعني بسهوله. طلبوا البنك استاذ وليد عطار، استاذ محمد المستشار محمد مشطه، بشكرهم جدا طبعا. وبرده الاستاذ محمد ابو الوفا، حظه ان انا كل ما اجي الاقيه، بس المره دي خير الحمد لله. واستلمنا الكرنيهات، والعيال مسافرين طلعوا في الوزير حطوهم في القرار الوزاري، ومسافرين بكره ان شاء الله باذن الله ان شاء الله على تونس. ربنا يوفقهم. انا بس عايز اقول رساله للجماهير، من فضلكم كل واحد له دور. هذه المأمورية اللي كانت صعبة جدا جدا انهاها امير مرتضى، وكان معاه ولاد الشبان دول. تعالى يا ابني، كل واحد ياخد حقه. ده احمد ابراهيم شؤون العاملين بتاع النادي، وده احمد ابراهيم بتاع المالي، وده انت اسمك عمر السعيد. عمر. وده عمر. انت خالك الحاج محمد يا ابني؟ خال الحاج محمد. تمام. الواحد يقول لك هو مش عارف انه خلى خلاص انا كل واحد في النادي عارف. انا بشكر امير طبعا لان هو اللي قاد هذه المعركه بالدبلوماسيه الهاديه جدا جدا لما انا فوضته ينهي هذا الموضوع، ومعاه احمد ابراهيم واحمد ابراهيم وعمر. تمام. والحمد لله انتهت الازمه، انتهت. مش عايز يبقى ليها ديول بقى. روح ارفع قضيه مش عارف فين، اعمل ايه، خلاص احنا ما بنحبش الخيانه. اذا جنحوا للسلم فجنح. احنا استلمنا كرنيهاتنا وده كان المطلوب. تمام. ما تعرفش الخير فين. هتقول لي في ماتشين ثلاثه ممكن لاعب من دول كان لاعب وجاله يعني لا قدر الله صليبي ما كانش لمس الكره تاني. خلاص احنا بنحمد ربنا وبنشكر رقم واحد، احنا خدنا حقنا. ويمكن اللجنه قالت انه ده كان حق الزمالك من الاول. انا شفت تصريحات هذا الشان يعني، وانه لسبب غير مفهوم الكرنيهات بقى ما تعيدوش. احنا اصحاب حق وخليك ورا حقك. ده درس انك اقف ورا حقك. باقي احنا رحنا المحكمه، اولا بعتنا الفيفا، ده كان طريق. اثنين رحنا محكمه القضاء الاداري عشان القرار اللي هو سلبي بتاع سيد وزير الشباب والرياضه. وبعدين لجأنا لجنه شؤون اللاعبين، وبعد كده لجنه التظلمات. بالظبط كده، لجنه شؤون اللاعبين، بعدين لجنه التظلمات، لغايه ما طلع قرار بقيد الولاد. هي كده القصه خلصت بقى. نركز بقى في المباريات اللي جايه، وربنا كرمنا بثلاث لاعبين على مستوى مع اللاعبين القدام، ولا نقعد نتخانق. اللي عايز يتخانق بقى يروح يتخانق. وعايز اقول بس ملحوظه، لما كنت بتخانق هو في ايه يا استاذ مرتضى؟ هو انت مش عايز تهمد؟ كان 24 ساعه. لما هديت المره دي واتحلت بطريقه وديه هاديه، تمام، هو انت مش عايز ترفع قضيه ليه؟ لا انا اكسر الشباك خلاص. هتقول لي افتح الشباك واقفل الشباك، انا مش فاضي لي. هروح ماسك الشباك ده مدغدغه. جمهور روح الملعب، شجع فريقك على الصفحات. لان انا قلت قبل كده بقول تاني، الجمهور اللي بيروح المدرجات فوق دماغنا. بس ما اداش جمهور الزمالك، ما هو مش جمهور الزمالك 5000، لا في جمهور الزمالك ملايين، تاني ملايين في العالم كله. فجمهور الزمالك يا محترم
العيال اللي قالت ادابها ومش عارف يقيد اللعيبه، وتلاقيه راح يتخانق معاهم ومش عارف عمل ايه. كل ده طلع هريف هريف هريف، ولا ليه قيمه ولا ليه لازمه ولا حل. يعني كل قله الادب دي اللي اتعمل، هو ازاي مش عارف يقيد اللعيبه وعامل نفسه مش عارف ايه. في النهايه الحق انتصر بالصبر والهدوء. والماتشين 3 اللي فاتوا لسه الدوري قدامنا كتير عشان ما حدش يتحجج، ولسه افريقيا عندك ماتشين بتوع الترجي باذن الله، ربنا يكرم العيال رايح وجاي باذن الله ب6 بونت، وعندك بونت ان شاء الله 7، وعندك بقى الماتش بتاع المريخ هنا قديم، ربنا يكرمك خدت ال10 بونت عديت. الدوري لا يعني مع احترامي طبعا النادي الاهلي اللي هو جنبنا دلوقتي، ماتش اسوان مش فيصل، يعني مش هو المقياس. الدوري لسه طويل، الاهلي فريق كبير وعنده لعيبه على اعلى مستوى ومدرب محترم، بس عايزين نقول لا تحبطوا، لسه المشوار طويل جدا جدا. واحنا خسرنا في الدور الاول دي 15 بونت، عوضهم الدور ده واكسب كل مبارياتك، هتلاقي نفسك بتنافس تاني على الدوري. مش عايز اشكر حد غير ربنا سبحانه وتعالى. انا بشكر بس امير وكما احمد مرتضى قبل ما يسافر، وخاضوا هذه المعركه مع الشبان ال3 دول لغايه مش معركه يعني، كانت معركه قانونيه لغايه الحمد لله. ودي الكلمات اهو، وافرح يا جماهير الزمالك. وانا دلوقتي هجيب الولاد هناك عشان اهنيهم واسلم مقابلاتهم، ومسافرين بكره ان شاء الله تونس. ادعوا بس ان احنا ربنا يكرمنا جمهور حقيقي. اما الجمهور اللي مش حقيقي مزيف، اللي هو مش جمهور اصلا، اللي هو متزملك، اللي هو بيقبض تمام، هيقعد يدعي من النهارده وبكره وبعده يا رب يخسروا يا رب يخسروا يا رب. ليه؟ عشان عايز يشتم. طب هيشتم ليه؟ عشان يقبض. يقبض من مين؟ من عتال، ويقبض من ممدوح عباس واحمد سليمان وهاني شكري وعبد الله جورج ومين تاني، اللي هي مجموعه اللي وحسين لبيب طبعا الراجل ما شاء الله دلوقتي عامل لجان، يعني كل طلع منه في الموضوع اللي جه فيه دون. كانك كنت مأجر شقه مفروشه اسبوعين وانطردت منها تمام، كل اللي طلعنا منه يا حسين يا لبيب اللجان اللي انت عاملها عشان تقل ادبها علينا. خلاص انت ما تعرفش احنا ما نمناش، كنا بنروح مجلس الدوله 3 جلسات ورا بعض تقريبا مع الاتحاد مع كل الناس لغايه الحمد لله عاد الحق نادي الزمالك. اللجان تحترم نفسها، الصفحتين القاذرتين اللي انا لما مؤاخذه باخدهم بمسح بيهم وارميهم في التواليت تمام، خلاص بقى انتوا كشفتوا خليت ادبكم، يبقى في كفايه. وفي دلوقتي بلاغ عشان قفل الصفحتين دول، مش عشان بينتقدوا، عشان بيشتموا ويقل ادبهم، عشان بيقبضوا ويقل ادبهم. والصفحتين معروفين، المختلط والطليانو ده ولا زفت الطين، هما الصفحتين دول اللي في منتهى السفاله ومأجورين ومرتشين. اما عقد اسمه مصطفى شلبي اللي كاتبه بخط ايده اهو المدير المالي، انا جبته له العقد المزور. لا المزور لا، اللي احنا كاتبينه عند حضرتك في المكتب ده اللي ولا توقيعنا كمان، وانا مش عارف توقيعي مش توقيعي، انا قبل ما اتكلم جبته لان هو كاتبه بخط ايده. انت يا ابني قال لي ولا ليه علاقه بخط، فبقول له مصطفى شلبي ما تزعلش، لسه هنشوف لجان شغاله من هنا ومن هنا ومن هنا خلاص، وانا مقدر زعلك، لان افرض انت مثلا مستلف فلوس من اخواتك تمام، هيقولوا لك ما انت واخد 500,000 دولار، عملوا الكلام الفارغ ده. يا عائله مصطفى العقد ده مزور، وبشكر اللعيبه انهم صابرين، بس احنا عندنا مشكله اللي احنا قعدنا فيها شويه هنا. المشكله ايه؟ ان جميع حسابات النادي محجوز عليها، مش عارفين لا ندخل جنيه ولا نطلع جنيه تمام. طب الحل ايه؟ الحل بعد ما عملنا جواب رسمي للسيد وزير الماليه ان الدين دايما الدوله ضرائب وتامينات يبقى مقدم على اي دين، من فضلك. نعم دين ممتاز. خد الفلوس. ممدوح عباس راح عمل خناقه مع الضرايب، بقت خناقه بين ممدوح عباس والدوله اللي هي الضرايب، والبنك مصر واقف الموضوع، لا عايز يرفع الحجز تمام ولا عايز يدي الضرايب الفلوس، ودي محتاجه تدخل السيد وزير العدل المحترم. من فضلك اتدخل، لانه السيد قاضي التنفيذ ما اعرفش راح له الورقه تاني ليه. احنا النادي المدين قلنا ال 70 مليون دول وديهم اللي ياخدهم الضرايب، جواب رسمي ونكلم انا السيد وزير الماليه تمام. ممدوح بس راح داخل قال لك لا دي فلوسي، بيتخانق مع مين بقى المره دي؟ مع الدوله ومع مصلحه الضرايب تمام. فيا معالي الوزير من فضلك عايزين فلوس اللي في البنك بنك مصر حوالي 70 مليون جنيه محجوز عليهم يروحوا لمصلحه الضرايب. هو كان معالي الوزير طالب 10 مليون ونقسط الباقي، قلت له 70 مليون اهو. فمش ممكن يا جماعه لا عارفين ندخل فلوس ولا عارفين نخرج فلوس، لسبب بسيط جدا اللي عمله ممدوح عباس.
يعني اللي عملوا ممدوح عباس. فانا اتمنى ان شاء الله باذن الله سيد وزير العدل يحل هذه المشكله ويامر او يدي تعليمات للبنك ان الفلوس تروح لمصلحه الضرائب اللي هي دين للدوله. وعلى فكره المديونيه دي كلها ما كانتش مديونيه انا مجلسي، دي مديونيه ممدوح عباس، وده الكلام اللي في الورق الرسمي، ومديونيه حسين لبيب لما جه لقينا 197 مليون تقريبا في الفتره اللي قعدها ضرائب. انا بقول لجمهور الزمالك افرح بقى مش على طول انت حزنان القصه خلصت ارفع قضيه. يا جماعه عايزين نركز تاني يعني مع احترامي لكل الجمهور والرسائل اللي عماله تجيلي على التليفون، المشكله خلصت بلا زيول وعايزين نبدا صفحه جديده. شكرا. الرحمن الرحيم. يمكن لسه جاي من اتحاد الكوره دلوقتي وعمل فيديو هناك. واول حاجه انا ببارك لناصر، ببارك لاحمد، ببارك لشبانه. احنا طبعا 22 يوم او 23 يوم في مشكله كبيره جدا جدا، لكن في النهايه الحمد لله اتحلت. هتشوفوا الفيديو اللي قبليه على طول. يمكن في النهايه يا كابتن اسامه اتفضل. فين اسماعيل؟ احنا يكفينا اللي اتقال ان احنا كان لينا حق، وانه مفيش سبب مفهوم لعدم كده الولاد، لكن الحمد لله في النهايه احنا كنا عاملين حسابنا، وانه حطيته في القرار الوزاري وانتوا اضافه كبيره جدا 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 لنادي الزمالك. وفي النهايه زي ما قلت في اتحاد الكوره احنا مش هنعمل مشاكل مع حد خلاص، يعني اللي يقول لك ارفع قضيه في الكاس مش عارف المحكمه الدوليه، يا جماعه ده خلاص يعني نركز في البطولات بتاعتنا عشان ربنا يوفقنا. نقعد في خناقات، انا خلاص مش عايز اتخانق تمام. وعشان كده انا ادرت المعركه بمنتهى الهدوء لغايه ما احنا خدنا حقنا. بقول لجمهور الزمالك الحقيقي اقف وراهم وشجعهم، واقف ورا الفريق المحترم، واقف الجهاز الفني. وبقول تاني لاخر مره انا رئيس مجلس اداره نادي الزمالك مش رئيس مجلس اداره الكوره. رئيس مجلس اداره الكوره هو مستر فيريرا، النائب بتاعه اسامه، نائب النائب احمد عبد المقصود، نائب النائب ايمن اسمه حسين ياسر تمام. وزير الاجوال ايمن طاهر، المدير الكوره كابتن اسماعيل تمام. المشرف على الكوره امير بذل المعركه، هو اللي بذل المعركه دي كلها عشان يعني اصلا عصب يعني، وقادها معاه الولاد الثلاثه اللي انا قلت عليهم في اتحاد الكوره. في النهايه تم قيد اللاعبين الثلاثه، فاحنا مش عايزين لا مشاكل مع حد، هم بس يبعدوا عننا وان شاء الله ربنا يوفق فريقنا. احنا لسه يا جماعه عندنا 12 بونت، والعيال اللي بتقل ادبها اللي هم الزملكاويه اللي بتقبض تاني من حسين لبيب وهاني العتال وعبد الله جورج واحمد سليمان وهاني شكري. خايف اكون ناسي حد، ناس حد يبقى حد يفكرني يعني. تمام. دول مش جمهور، دول عيال قبيضه وصفحتين معروفين انهم مرتشين، طليانو والزفت الطين ده المختلط معروف انهم مأجورين ومرتشين. فاحنا عايزين نركز مع فريقنا، عندنا بطوله افريقيه، عندنا بطوله الدوري لسه، واوعوا تنخدعوا بمباراه نتيجه مباراه اسوان، مش عايزين ننخدع. والاخوه الاسوانيين اللي مالوا الشوارع باعلام الحمراء احنا بنشكرهم جدا جدا جدا، عشان احنا لما كنا هناك شيكابالا ابنكم اتشتم تاني، انتوا حاسبوا نفسكم. وبعدين انا بصراحه يعني مستغرب، هو المفروض انا اسوان اشجع اسوان ولا اشجع الاهلي ولا اشجع الزمالك ولا اشجع الاسماعيلي؟ هشجع اسوان ليه؟ لان دي بلدي والتورتايه في المحافظه هي الكوره. فاذا كنتوا بتشجعوا الاهلي او الزمالك ضد ناديكم حاجه بترجع لكم. المهم في النهايه احنا انتصرنا الحمد لله. فين محمود شبانه؟ اهو كارنيه. وانا حرصت اروح اجيب الكارنيهات بنفسي عشان كان في مشكله انا قلتها هناك انه احنا محجوز على حساباتنا ف 70 مليون من ممدوح عباس. قلنا الضرايب تاخدهم، ممدوح عباس دلوقتي بيتخانق مع الضرايب اللي عارفين بيقول لهم لا ده فلوس انا، والضرايب هي المفروض هي بصراحه بتاعتها لان ده دين مقدم، وال 70 مليون دول كانوا على حسين لبيب وممدوح عباس مش علينا برضه تمام. فده اهو. وادي محمد طاهر شبانه تمام. فين محمود شبانه اهو.
ناصر منسي اهو. ناصر مبروك يا ناصر. تاني اهو ناصر منسي دسوقي احمد اهو. مبروك يا استاذ احمد سعيدي بالحج. مبروك. مبروك رجال الفريق، مبروك للعيبه، واضافه قويه مع اللعيبه اللي موجودين ان شاء الله، وربنا يوفقهم. بقول تاني التوفيق بتاع ربنا، مسؤوليه مسؤول جهاز كامل. هيكسبوا هنسقف لهم، لا قدر الله هنشتمهم زي ما انتوا بتعملوا فينا كلنا دلوقتي، واخديننا كلنا شتيمه. ومفيش حد هيكسب بالشتيمه، ودي رياضه، هتكسب وتتعادل وتخسر وتاخد بطوله في القدم وتخسر بطوله في السله وتاخد بطوله في اليد، هو دي الرياضه. وبعدين الناس منتخبيني انا كرئيس نادي، ودي يمكن الدوره الرابعه، تمام؟ مش عشان الفريق كوره بس، الفريق كوره طبعا فوق دماغنا واحنا كلنا بنشتغل عشانه، لكن رئيس مجلس اداره نادي الزمالك كله المسؤول عن الكوره. والا تقول لي بقى انت مسؤول عن الكوره، انا بقى اللي هعمل التشكيل وهعمل التغيير وابقى قاعد على الدكه معاهم، هو كده. فالمتزملكين والصفحات القذره اللي هي مأجوره ابعدوا عن الزمالك بقى، سيبونا نشتغل، وربنا يوفق اولادنا يروحوا ان شاء الله تونس ويرجعوا مجبورين لخاطر باذن الله. ودول اضافه قويه للعيبه اصلا موجوده عندنا على اعلى مستوى، كلهم تقريبا منتخبات كلهم، فدول اضافه. احنا ما كانش عندنا لعيبه كسر وجبنا لعيبه، لا ده كلها كده مجموعه مع بعضها مع الجهاز الفني اللي احنا بنثق فيه ثقه مطلقه، تمام؟ وان شاء الله باذن الله ترجعوا مقبولين خاطر وتنتصروا ان شاء الله، يبقى الشكر حلو على نادي الزمالك ان شاء الله. مبروك.